السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في خبر جديد. رونالدو ينعش خزائن أندية الدوري السعودي. بدأت أندية دوري رشوان السعودي في طرح تذاكر مبارياتها مع النصر بأسعار غير مسبوقة لزيادة مواردها المالية للاستفادة من مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع العالمي في هذه المباريات. وتشهد مباريات النصر خارج ملعبه إقبالا غير مسبوق ورغبة من الجماهير السعودية في مشاهدة كريستيانو على أرض الملعب، وهو حدث لا يتكرر كثيرا بالنسبة لهذه الفرق. وأعلن نادي الوحدة السعودي اليوم الأحد طرح تذاكر مباراته مع النصر المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في مكة المكرمة ضمن الجولة الستاشر من دوري رشوان السعودي. وبلغ سعر تذكرة الدرجة الموحدة 75 ريال، والممتازة 450 ريال، والمنصة 1000 ريال. وتشهد عملية شراء التذاكر إقبالا غير مسبوق، حيث تتجه تذاكر المباراة نحو النفايات بعد ساعات من طرحها. ووفقا لموقع مكاني، فقد تم بيع ما يزيد عن 35 ألف تذكرة حتى مساء اليوم، علما بأن السعر الرسمية للملعب الشارع بمكة تبلغ 38 ألف. وكان نادي الفتح قد طرح هو الآخر تذاكر مباراته مع النصر يوم الجمعة الماضي في المباراة الفريقين بالمرحلة الأربعتاشر من المسابقة ب100 ريال و150 ريال و1000 ريال. بلغ عدد الحضور في الملعب الفتح 17631 مشجعا، في حين أن السعة الرسمية لملعب الفتح بالإحساء 19055 متفرج. وبكده يكون انتهى الخبر. أتمنى ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.